تبقى حاجة في المجتمع ويبقى ليك رأي، والناس فعلا اصل ال100 ولا ال200 ولا ال300 اللي بيتفرجوك مش هيعملوا لك حاجة، بالعكس هيأذوك وهيضروك لان كلامك مش مقنع. تمام. مظبوط. انت واحد او واحده بتحاولوا تبثوا فتن بين الشعب المصري وبين اي ملف الحكومه بتطرحه. انت بتحاول عايز تقنع الناس اللي انت قادر وتعمل وتعمل وتعمل، بل بالعكس الحكومه المصريه ما اتحركتش غير لما لقت خطر على الامن المصري القومي الداخلي. لان احنا عندنا اتنين امن قومي، الامن القومي الخارجي اللي على حدودنا والامن القومي المصري الداخلي. فانت ما تطلعش او انت تطلعي تزرعي فتن، بل بالعكس افتحوا ملفات تانية، عرضوا في حاجات تانية الشعب يستفيد منها، الشعب بعد يستفيد اذنك منها. يعني بعد مثلا اذنك عايز يعني مثلا لما يتعمل حملة مثلا الايجارات، ما الايجار ده كل الناس هتستفاد منه، الادوية، المعاشات، اي ملف ممكن الناس تستفيد منه غير زرع الفتن ممكن وصبح اقول حاجه بعد اذنك. معلش يا اللي هو باشمهندسة، بس الكلام. عايز الكلام مر من السحر، انا مش هسيب انا ودانكم. بس انا عايز اقول حاجه بعد اذن حضرتك. بس يعني في اكونت تحت بيقول هو كل اللي بيعارض بنقول له ليه يا اخواني. لا، ما حصلش الكلام ده، وانا واحد من الناس. انا ما قلتش الكل معارض يا اخواني. انا بقول اللي عاوز يعارض او يعترض على حاجه يتكلم بادب، يتكلم بادب. انما لما تصرخ وتشتم وتغلط محدش هيسمعك. بالعكس انت كده هتبقى في نظر الناس انك انت تمام ضد البلد. وانا بقول تمام، احنا كلنا بنعاني. ما على فكره ما فيش حد مش بيعاني، بس ومين يا اخي مين انا اصبر اقول لحضرتك على شويه. حاجه، هو مين فانزاته الاخوان، تمام، اللي عايزين اللي هم يمسكوا اي ملف على البلد. اتكلم يا نادي، لما تلاقي عندي دوشه اتكلم انت يا نادي، اتفضل. عايز اقول لك ما انا حاجه يا والله ست نفسي الكل. اتفضل اتفضل طب اتفضل يا عم، اتفضل يا فندم، اتفضل اتفضل. اتفضل حبيبي، اتفضل اتفضل. ربنا يعزك. لا والله اتفضل، المايك مع حضرتك. انا بس كنت عايز اقول حاجه، ان ايه يعني ايه معارضه. الاول عايزين نفهم يعني ايه معارضه. معارضه معارضه يعني انا شايف وضع قدام مني وعندي فكرة أقدر أعملها أحسن من اللي بتتعمل دلوقتي. ده يتطلب مني إيه؟ إن أنا أكون دارس الملف. مفيش معارضة من أجل المعارضة، دي يبقى اسمها سفسطة. إنما أنا عايز أعارض، يبقى عندي فكرة في إن حاجة بتحصل دلوقتي، عندي فكرة في دماغي أحسن منها، تتعمل أحسن من كده. فلازم أكون أنا ملم بالملف عشان أعارض. إنما اللي بيحصل ده مش معارضة، اللي بيحصل ده بيسموه استعراض مشاكل. يعني بلغة تانية بيسموه ابتزاز. انت بتقعد تعزف على اوتار الوجيعة اللي عند الناس، كل واحد تقعد تعزف له على وتر الوجيعة اللي عنده. انت مش بتعارض. بتعارض يعني انت عندك فكرة في دماغك، دارس الملف كله وعارف ايوه ايه عندك اوله فكره في وايه اخره. دماغك، عايز اه طبعا. عايز تعمل زعزعه في الامن القومي المصري الداخلي بسبب فكره في دماغك او تصفيه حسابات. لازم تبقى فاهم علشان اقول انا انسان على يسار السلطه. يسار يعني انسان مش على يمين السلطه، على يسار السلطه. لازم اكون دارس الملف، لازم اكون فاهم انا بقول ايه، وان اللي بيتعمل ده ايه اللي يتعمل احسن منه. علشان نقول ان اللي بيتعمل ده في حاجه بتتعمل احسن منه، لازم اكون واعي بكل المعطيات اللي قدام مني. انما اقعد اعزف على وجيعه الناس واقعد اقول اصل مش عارف البلد ايه والبلد فيها ايه والزحمه وغلو البصل وغلو البطاطس والتعليم بايظ والصحه مفيش، ده انت بتعزف على وجيعه البلد. يعني بالظبط كده ابتزاز للبلد. فده ما يبقاش بني ادم وطني، ده بيبقى بني ادم يعني سوري في الكلمه نرجسي، عايز بس يقول على وجعته هو. في فرق بين وجعتك انت ووجعت البلد نفسها. حضرتك شفت البلد زي حواس، حضرتك شفت زي حواس يا استاذ محمد؟ اه طبعا عارفه.
زي دكتور زي حواس حواس. بيتحدى انه